السلام عليكم. هحكي لكم النهاردة حكاية غريبة جدا. حكاية صالح العوضي اللي اختلس بس عشان يقف قدام ملكة الجمال وعشيقة الملك الفنانة كاميليا. تبتدي الحكاية بموظف بسيط في إحدى الشركات اسمه صالح العوضي، متيم بحب كاميليا. اختلس مبلغ كبير أوي من المال من الشركة عشان يقدر بس يقف قدام كاميليا في فيلم من الأفلام. بدأت الحكاية إزاي؟ هقول لكم إزاي. صالح العوضي هو اللي بيحكي الكلام ده بنفسه وعلى لسانه بعد ما خرج من السجن وقضى فترة 7 سنين نظير اختلاسه المبالغ المالية اللي بنحكي عنها. بدأت الحكاية إزاي؟ صالح بيقول إن هو كان موظف في شركة تأمين، وكان بيروح من حلوان للمعادي عشان يتفسح مع أصحابه ويتمشى ويقضي وقت لطيف. وهناك وفي يوم من الأيام لمح الفنانة كاميليا، كانت واقفة على رصيف السكة الحديد، وده كان سنة 1947. لما شافها وقع في غرامها من شدة جمالها، فقرر يميل على الجنينة اللي كانت جنبه وقطف بعض الزهور وراح لكاميليا واداها الباقة اللي هو جمعها. لكن كاميليا بصت له من فوق لتحت بعدم اهتمام، وادت الورد للوصيفة بتاعتها. ده اللي خلى الدم غلي في عروقه وضرب في نافوخه، وقرر إن هو لازم ينتقم من كاميليا اللي بصت له البصة المهينة دي. بعد كام يوم من الإهانة دي والجرح اللي في قلبه الكبير من كاميليا، راح زار واحد صاحبه بيشتغل موظف في دايرة المعارف وحكى له اللي حصل، ولقى عند صاحبه الحل السحري لمشكلته. وسألني: قلبك جامد؟ قلت له حديد. راح فاتح الدرج ومطلع استمارة، كتب بعض البيانات وقال لي: خد الاستمارة دي وروح على وزارة المالية، وهناك لما يتأكدوا من البيانات اللي مكتوبة في الاستمارة هيدوك 18 رزمة، كل رزمة ب1000 جنيه، يعني 18 ألف جنيه. وفعلا حصل اللي اتفقوا عليه وخد الفلوس، وكرروا الكلام ده أكتر من مرة. والحقيقة إن صاحبه ده كان هو المسؤول عن أذونات الصرف اللي بتيجي من وزارة المالية، وبعد ما ياخد الفلوس بيقوم بحرق الأذونات اللي هي الدليل الوحيد على إن هو أخد أي فلوس. المهم، جريت الفلوس في إيد صالح العوضي. أول حاجة عملها إنه حط خطة وقام باستئجار شقتين في عمارة الإيموبيليا، شقة يسكن فيها والتانية هيعملها مكتب لشركة الإنتاج الفنية اللي بيأسسها. وبسرعة البرق انتشر الخبر في الأوساط الفنية عن ظهور منتج شاب مليونير جديد. ليه؟ لأن أنا كنت سخي في العقود مع الفنانين، وبعت رسالة لكاميليا تشرفني في مكتبي وعلى الفور، حيث إن إحنا جيران في نفس العمارة اللي ساكنة فيها طبعا كاميليا وهي الإيموبيليا. فلبت النداء وجت تشرفني في مكتبي ونتعرف وتشرب فنجان قهوة. وهنا عرضت عليها بطولة فيلم. كان أجر كاميليا في الوقت ده 500 جنيه، أنا اديت لها 600. ومش بس كده، جبت لها عربية كاديلاك هدية تمنها 2000 جنيه. أهم ما في الموضوع إن هو حط لنفسه مشهد في الفيلم وهو بيبوس كاميليا، يعني القصة دي كلها حصلت عشان يبوس كاميليا. وفعلا اتمثل الفيلم وجه المشهد اللي هو بيبوس فيه كاميليا زي ما كان هو عايز. العوضي وصاحبه فضلوا يختلسوا الفلوس من وزارة المعارف للأسف لغاية ما انكشف أمرهم واتفضح. اتقبض للأسف على صالح العوضي، اتحبس 7 سنين وكان اختلس مبلغ 90 ألف جنيه. واتعرض الفيلم اللي كان بطولة كاميليا وأحمد علام وإسماعيل ياسين ومحمود المليجي، واتكتب بالبنط العريض الوجه الجديد صلاح الدين اللي هو صالح العوضي. ويقال إن الشركة اتحفظت على الفيلم عشان تقوم بعرضه في عدة أماكن عشان تسترد أموالها، لكن للأسف الفيلم محققش إيرادات ومنجحش جماهيريا خالص. وللأسف الجميع اتصابوا بخيبة أمل بسبب
ضعف الإيرادات. الغريبة بقى إن صالح بعد ما اتحبس 7 سنين وخرج لقى حفاوة غريبة جدا من الوسط الفني، وده اللي بيفسر سبب وجوده كمنتج فني في الستينات في العديد من الأفلام زي الجريمة الضاحكة، عبيد الجسد، مطلوب، زوجة فورا، وثورة البنات. دي كانت همسة صغيرة عن حكاية طريفة جدا، حكاية صالح العوضي والسجن اللي اتسجنه بسبب حبه وحب إنه هو يقبل الفنانة كاميليا، وضحى ب7 سنين من حياته عشان يحقق الحلم ده. أنا أختكم همسة ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.